السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مع حضراتكم مستر مصطفى سمير تيتشر اوف انجلش ان لانجوج سكول، ودي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله احنا هنبدأ في سلسلة جديدة، هي سلسلة ازاي أقرأ إنجليزي بسرعة. How to read fast. طبعا ناس كتيرة بتقعد تسأل كده، هو أنا ممكن أقرأ بسرعة وأقرأ كده كأني مثلا نيتيف، مثلا يعني شخص أجنبي أو صاحب لغة، أو إن أنا اتولدت مثلا في مكان بيتكلم اللغة دي من أهل اللغة؟ ممكن طبعا. في السلسله ان شاء الله، في السلسله ان انا ان شاء الله هنبتدي بيها وهنشتغل عليها، هي هتخلينا ان شاء الله في المرحله المتقدمه في اخر الكورس ان شاء الله، في اخر السلسله، ان انا هقرا بسرعه بشكل سريع والشكل مظبوط ان شاء الله، وهنعرف ازاي نعمل الكلام ده كله ان شاء الله. ولكن ما تنساش حضرتك اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب لو في اي حاجه، علشان خاطر نقدر نظبط اللغه بالنسبه لنا ان شاء الله، علشان ان شاء الله في نهايه السلسله ان شاء الله هنقدر نحن نقرأ بالشكل ده. Ahmed is a clever boy. He is 6 years old. He is a pupil in primary stage. He is in primary 1. He has got new black shoes and a blue bag for the new year. Ahmed loves his friends and his teachers. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا على درس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع الدرس الأول في القراءة، سلسلة القراءة، وإزاي إن أنا أحل بعض الأسئلة من خلال القراءة. إن شاء الله في السلسلة دي هنتعلم إزاي نقرأ كويس. فمع السلسلة الأولى والدرس الأول هنقرأ مع بعض read the passage and answer the questions. هنقرأ تاني read الإي والأي بقول عليها إي، the passage ال A و G E اتعود على نطقهم age and answer ال W D silent the questions T I O N shan. نقرأ مع بعض. Ahmed is a clever boy. He is 6 years old. He is a pupil in primary stage age. He is in primary 1. He has got new black shoes and blue bag for the new year. Ahmed loves his friends and his teachers. طبعا زي ما قلنا في القواعد اللي فاتت او في موضوع القراءة، لازم ارجع للدروس اللي 8 دروس اللي انا قلتهم قبل كده، ازاي ان انا اقرا كويس، علشان خاطر احنا نتدرب ان شاء الله في السلسله دي في القراءه، وهنسال اسئله شويه اسئله علشان نفهم القطعه ازاي. وان شاء الله انتظروا في نهايه الفيديو ان انا هقول شويه نصائح مفيده جدا جدا في موضوع القراءه وازاي نقرا بسرعه. نشوف الاسئله. Answer the following questions. شوف اول سؤال. How old is Ahmed? How احنا قلنا كم او كيف، بس هنا how old معناها كم عمر. how old كم عمر is أحمد. نشوفها من خلال فوق. أحمد is a clever boy. he is years old. 6 years old. يبقى طبعا الإجابة he is 6 years old. السؤال الثاني. what color is his bag? color يعني تمام، color يعني لون. ما لون يكون شنطته أو تكون شنطته؟ طبعا هنلاقي الباج بلو باج، يبقى his bag او it is blue لان it عايدة على الباج. تمام. السؤال اللي بعده. choose the correct answer. choose choose the correct answer. طبعا احنا قلنا في موضوع القراءة لازم نرجع للدروس وده مهم جدا. أحمد is a space يعني مسافة، يعني نقط، يعني الإجابة محتاجين نختارها نشوفها منين. boy طبعا silly clever lazy. طبعا نلاقي في القطعة ان هو he is clever boy. السؤال الثاني. أحمد's bag is space red blue green. طبعا لسه مجاوبين على السؤال ده، طبعا هتكون بلو. السؤال الثالث. أحمد is space years old. لسه قايلين years old يعني سنه قد ايه؟ ها 6
7 10 طبعا هيكون 6. السؤال اللي بعده put true or false. true يعني صح و false يعني غلط، يعني حط كلمة صح أو غلط. أحمد is 1 year old، يعني أحمد يكون 1 سنة من عمره. طبعا هي الإجابة false لأن هو أصلا 6 years old مش 1، هو في primary 1 مش في سنة واحدة. الجملة الثانية أحمد's shoes are black. أحمد's shoes are black. طبعا هي shoes بتاعته كانت بلاك، لما قريناها لقيناها اللي طبعا الإجابة صحيحة. عفوا. طبعا احنا كده اتكلمنا عن القطعة نفسها الكومبريهنشنز وحلينا عليها الأسئلة. طبعا دي في البداية علشان بس ان انا اتعود ان انا اللي بقراه ازاي افهمه. احنا عايزين في ان شاء الله في السلسلة دي نقرأ ونفهم. طبعا نرجع بقى للقطعة، احنا بعد ما جبنا على القطعة هنرجع نشوف بقى ازاي ان انا اقرأ بسرعة وازاي افهم القطعة. خلينا نشوف القطعة اهي من الاول خالص. ادي القطعة. اول حاجة بحدد ان في احنا عندنا في الانجليش او اللغة الانجليزية بتتكون من جمل، فالجملة بتنتهي مع نقطة او اداة استفهام. نقطة او اداة استفهام او علامة تعجب. النقطة اسمها فول ستوب، فول ستوب. كويستشن مارك اللي هي أداة الاستفهام. علامة التعجب اسمها اكسكلاميشن مارك. طب أنا دلوقتي بعد ما بقرأ أنا لازم أقرأ كتير علشان لساني يتعود على النطق الإنجليش، وإزاي إن أنا أعرف أقرأ. زي ما إحنا متعودين إن أنا مثلا في العربي ببص للكلمة بخلص أنا عارف إن الكلمة دي اسمها كذا. ففي الإنجليش علشان أبدأ أحاول أقرأ كلمتين مع بعض ورا بعض في نفس واحد، يعني أحاول إن أنا عينيا تقرأ قبل لساني، تنطق قبل لساني. فانا عارف ان دي احمد قبل ما انطق، فبقول احمد is a clever boy. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا قسمت القطعه نفس الجمله نفسها ان انا انطق كلمتين بدون ما اخد نفسي. مش عايز انطق اقول احمد is a clever وعمال باخد نفسي، لا انا عايز كلمتين كلمتين. نتدرب في البدايه بس ان انا اقرا القطعه نفسها كلمتين كلمتين. احمد is a clever boy. he is 6 years old. He is a pupil in primary. لاحظين الفرق دلوقتي ان انا بحاول اقرا كلمتين كلمتين علشان عينيا هي اللي بتقرا الاول وبعدين لساني بيستجيب. احنا عايزين نتدرب بس في النقطتين دول، النقطتين ان انا هتدرب بس على القراءه، ان انا اقرا الاول القطعه كلمه كلمه علشان انا عايز اتعود بس على القراءه. وتاني نقطه ان انا ازاي اقرا بسرعه. اقرا بسرعه ان انا هقرا كلمتين بنفس واحد حتى لو الكلمتين سهلين. اتعود بس ان لساني ما يسبقش عيني، يعني عيني هي اللي تقرا الاول الكلمه وبعدين لساني يقرا الكلمه. فانا لما اقرا هتدرب ان شاء الله في السلسله دي اللي انا عاملها ان شاء الله هنتدرب على النقطتين دول، نقرا كلمات كتير ونقرا بسرعه، وان شاء الله نشوفكم في الدرس القادم. شكرا لحضراتكم.